عليكم ورحمة الله، نسأل على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. عاملين النهارده شاورما ولا تقولي لي بقى سوري ولا مصري؟ البيتي يوكل، البيتي نظافة. وبصي يعني حاجة انت ضمناها، وحاجة بجد انت هتعمليها احسن من بره 100 مرة. شوفي انا الطريقة اللي انا هعملها ايه. احنا بصراحة كنا بره وجميلة شبطت عايزة سندوتش شاورما، بصراحة سألنا عليه. سندوتش الشاورما عامل 80 جنيه. طب انا هجيب لها هي واحد واجيب له اختها واحد؟ طب وانا وباباها واحد ايه يعني؟ مش قادرة اقول لك ان هو كايزر. فقلت لها لا تعالي بس البيت عندنا كده. انا البفتيك دوت اللي قدامي اللي هي الرقتين الكبار دول كان عندي في الفريزر من رمضان بصراحة، طلعتهم وخدت حتتين لحمه من طبق تاني بتاع لحمه. يعني انا لما باجي بعمل اكله باحاول اشيل منها حاجه، بحيث ان انا اجي في يوم ما عنديش حاجه اروح مطلعه البواقي اللي انا طلعتها ديت واروح عامله منها اكله. معايا في قلب الطبق ده معايا واحده زبادي ومعايا فصين توم. تتبيلتها بسيطة وسهلة، وبصي حاجة كده والله انت مش هتشتريها من بره تاني، وهتعملي كده لعيالك أكلة حلوة قوي ونظيفة وحاجة انت واثقة فيها. المهم كده يعني بعد إذن حضرتك طبعا لو تكرمتي اعملي لي اشتراك لقناتي ونوريني على صفحتي، ده إذا تكرمتِ طبعًا، ونوريني وكتريني وشرفيني وعلى راسي كلنا على راسي كلكم يعني. هنا طبعًا مسكت المكعبات اللي أنا كانت عندي دي، مسكتها رققتها وبعد كده قطعتها. بُصّي هي التقطيعة بتاعتي ممكن تكون كانت تخينة شوية، وقطعت طبعًا حتت الدهن. وأنا عايزة أقول لِك الدهن أو الليّة مهم جدًا، 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 جدًا في قلب الشاورما. هو ده اللي هيدّيكِ الطعم بتاع برّه، وهو ده اللي هيعلّي التيست معاكِ. ركّزي أوي، أهم حاجة تحطّي دهن مع حتت اللحمة. زي ما قُلت لِك مسكتها قطّعتها، طبعًا بتقطّعيها تقطيع يعني عايزة تخفّفي عن كده خفّفي، هي كانت تقيلة بصراحة، كانت حتّة اللحمة سميكة وتقيلة. فأنتِ لو عايزة ترقّقي عن كده رقّقي، مش عايزة ترقّقي لمّا تيجي تعملي الساندوتش ما تملاهوش، لإن حتّة اللحمة بسم الله ما شاء الله ماسكة نَفْسها، مش رقيّقة أوي يعني. فأنتِ ممكن تخفّفي إيدِك على حتّة اللحمة وترقّقيها أوي. البهارات بتاعي إيه، حطيت حبّة خل اللي أنا حطيتهم قدّامِك ده، حطيت 7 بهارات، حطيت فلفل أسمر وهاحط ملح. وحطي ملح ما تخافيش، هتستوي وهتبقى زي الفل، مش هتشد ولا هتعمل أي حاجة. علبة زبادي، فصين توم، حبة فلفل أسمر والملح والسبع بهارات. طب أنا عندي شاورما، أكياس شاورما اللي هي بتتباع جاهزة دي، هاتي وحطي، بس خلي بالك من الملح عشان خاطر بتبقى حادقة، بتعلي التيست برضو وبتعمل طعم حلو قوي. طبعا دخلتها في التلاجة بتاع ساعتين مش أقل من ساعتين. معايا طبق مشكل، معايا بصل، معايا فلفل ألوان، معايا طماطم. الفلفل الألوان مش أساسي، موجود حطي، مش موجود حطي فلفل أخضر وخلاص. معايا بقدونس بقدونس بقدونس، وهنحمر شوية بطاطس. عايزة تعملي شوية مكرونة اعملي، عايزة تعملي شوية رز ريزو اعملي، عايزة تعملي رز سعودي اللي هو رز بسمتي، براحتك. يعني انا بقول لك اقتراحات انت ممكن تعمليها. مكرونه، رز، ايا كان اللي انت عايزه تعمليه جنبها، جنب البطاطس، جنب عايزه تعملي طحينه اعملي طحينه، مش يعني بصي اعملي اللي يريحك. انا دي كلها اقتراحات بقترحها عليكي. طاسه سخنه، حطينا طبعا البطاطس على النار. نيجي بقى للشاورما. طاسه سخنه، ما بحطش اي ماده دهنيه خالص خالص خالص، لان هي اصلا فيها دهن او فيها ليا او ايا كان الماده الدهنيه اللي انت هتحطيها مع حته اللحمه عندك. حلو الكلام. انا اللحمه دي ما كانتش نص كيلو، يعني اقل من نص كيلو كمان. بس الخضار والحاجات دي هتزودها. طاسه سخنه بسيبها، انزل ميتها يعني خلي النار وسط. هنزل ميتها كلها علشان حته اللحمه تستوي معايا ما تشدش، اهم حاجه. وبعد ما تنزل ميتها وموطيه النار، هخلي برضو ايه تروح شاربه ميتها، هتلاقيها استوت. انت لو مسكتي حته اللحمه كده قبل ما تحطي الخضار هتلاقي حته اللحمه استوت، ما تقلقيش، لان احنا بنسيبها شويه. طبعا نزلت الخضار بقى بتاعي، اول ما احس ان الخضار دبل يعني ايه هبتدي ان انا اوطي. انا دلوقتي بقى عليت خلاص، حطيت الخضار وهبتدي ان انا اروح موطيه، عشان برضو الخضار بتاعي يدبل، البصلايه تدبل، الفلفل والطماطم يدبل. مش عايزاه يدبل، انتي طبعا بتحطي قبل ما تقفلي ب5 دقايق بدقيقتين لو انتي مش عايزه الخضار يدبل. بس انا بصراحه بحب الخضار يدبل، يعني جوزي بيحب الخضار. فهي اذواق بقى، الاكل ده اذواق. فطبعا ايه علينا النار خلاص دبل، عليت النار اروح راميه البقدونس في الاخر خالص وانا بقفل النار. حلو الكلام. نيجي بقى انا المفروض كنت اعمل طحينه، بس انا عندي كاتشب وعندي مايونيز بصراحه. فقلت طب أنا لو عملت طحينه يبقى في حاجه هتتركن، او ممكن نحط كله على بعضه ده اللي يريحك. فانت عايزه كاتشب حطي، عايزه مايونيز حطي، عايزه تعمليه طحينه، الموضوع سهل وبسيط. تمسكي الفينو بتاعك ده، فينو كبير، بتمسكيه تفتحيه. هاحط الأول في قلبيه بطاطس. بُصّي، احشيه بطاطس، وتعالي من على الوش كده تروحي حاطة الشاورما بتاعتِك، وبعد كده تروحي حاطة المخلل من فوق. ده كان عندنا مخلل بلدي اللي هو الخيار والجزر والفلفل والحاجات دي، وروحي حاطاه من فوق بس.
وعايزة أقول لِك والله هتاكلي أحلى ساندوتش شاورما أنتِ عاملاه في البيت وأنضف وأرخص، وحاجة مضمونة وحاجة أنتِ عاملاها في بيتِك وحاجة أنتِ ضامنة لحمتها، ويعني حاجة عيالِك هيفرحوا، كفاية بس فرحة العيال. والله أنا لمّا عملته لجميلة وليلي فرحت أوي، قُلت لها: "شُفتِ أحسن من بتاع برّه بكتير أهو." والساندوتش ساندوتش، يعني ساندوتش بقى أنتِ عايزة تاكلي تاني هتعملي تاني، عايزة تاني هتعملي تاني، إنما برّه ب80 جنيه مش هتجيبيه تاني، هتجيبي واحد بس. فدي كانت فكرتي يعني إن إحنا نعمل الشاورما في البيت، وطبعًا عيالي فرحوا وكانت أحلى أكلة، وأحلى شاورما وأحلى من برّه وأحلى بُصّي، ما تنسيش تحطّي لايك وتكتبي لي comment عشان الموضوع هيعجبِك. شكرًا، ربنا يسعد قلوبكم جميعًا يا رب، آمين يا رب العالمين.